عمرك وقفت مع نفسك وسألت أنا ليه كل شوية بكرر نفس الغلط؟ بتوعد نفسك إنك مش هتعمل الحاجة دي تاني وبعدين تلاقي نفسك راجع تعملها من أول وجديد. الموضوع مش إحباط شخصي ليك، بس ده سيناريو أغلبنا مر بيه. في الحلقة دي هنتكلم عن ليه بنفضل نكرر نفس الأخطاء حتى وإحنا عارفين إنها غلط. هنغوص في 4 زوايا مختلفة للموضوع عشان نفهم الصورة كاملة. يلا بينا نبدأ رحلتنا في فهم ليه بنكرر نفس الغلط وإزاي نقدر نكسر الحلقة دي. أول حاجة هنسألها ليه عقلنا بيخلينا نكرر الغلط رغم إننا عارفين إنه غلط؟ الموضوع ليه علاقة بعادات وتفكير متبرمج جوانا. إحنا كبشر كائنات بتاعة عادات، بنميل للروتين والأمور المألوفة لأنها بتحسسنا بالراحة والأمان. تخيل إن عقلك زي طيار آلي أوتوماتيكي، يعني بيحاول يوفر في طاقته على قد ما يقدر. أي سلوك بتكرره كتير بيتسجل ويتخزن جواك، فبيبقى أسهل على دماغك يعيده تاني بدل ما يجرب حاجة جديدة. يعني مثلا لو متعود كل ما تزعل تاكل شوكولاتة او كل ما تتوتر تسوي في الشغل اللي وراك، العقل هيبرمج نفسه على كده، بيقول لك ما هو ده الاسهل والمعروف، ليه نتعب نفسنا ونجرب حاجة مختلفة؟ السلوك المتكرر المألوف بيحتاج مجهود اقل من المخ، فالعقل بيحبه وبيعتبره الطريق الامن والمريح. المشكلة بقى ان مش كل العادات دي بتكون كويسة، اوقات كتير العادة نفسها هي الغلط اللي بنقع فيه، بس بنفضل نعمله برضه عشان متعودين عليه. العقل اللاواعي بيلعب دور كبير هنا. ممكن يكون عندنا معتقدات سلبية جوانا من غير ما نحس بتخلينا نتصرف بطريقة معينة حتى لو بنضر نفسنا. زي مثلا واحد مقتنع جوا عقله الباطن انه ما يستاهلش النجاح، فتلاقيه كل ما يقرب ينجح في حاجة يقوم من غير وعي يضيعها ويكرر نفس الفشل كأنه بيحقق نبوءة جواه. ومن الناحية النفسية برضو عندنا الخوف من التغيير. التغيير حاجة مجهولة ومرعبة لكتير مننا. تخيل انك واقف قدام بابين، باب عارفه واخد عليه حتى لو وراه مشاكل، وباب جديد مش عارف ايه اللي وراه. طبيعي هتميل للأولاني عشان راحة المعلوم تغلب خوف المجهول. الإنسان عدو ما يجهله، والشيء الغامض شيء مخيف. فعليا راحة اننا فضلنا في المألوف بتاعنا بتطغى على خوفنا من المجهول، وده بيخلينا ساعات نفضل عايشين في وضع مش تمام بدل ما نجرب تغيير مجهول. احنا بنيجي نقول لنفسنا هو انا هقدر فعلا اتغير؟ طب ما انا كده مستور وكل يوم زي اللي قبله. الفكرة ان المجهول بيخوفنا، فبنفضل حتى في معاناة مألوفة بدل ما نغامر بتجربة جديدة يمكن تكون احسن. العقل بيتهيأله ان الثابت حتى لو وحش أأمن من المجهول، وعشان كده تلاقي ناس كتير تفضل في وظائف مضايقاهم او علاقات مؤذيه لمجرد انها اتعودت عليه وخايفه تواجه الجديد. الجميل بقى ان علماء النفس اكدوا الكلام ده. بيقول لك ان المخ بيحب الحاجات المألوفه لان فيها راحه نفسيه. في دراسه اشار عليها عالم اسمه هوبرمان ان الانسان عنده انحياز للمألوف، بيحس بارتياح مع الحاجه اللي يعرفها وحتى لو فيها ضرر بسيط، لكنه بيخاف وبينفر من الحاجه اللي ما بيعرفهاش. يعني ممكن تلاقي نفسك بتكرر نفس الغلطه لان الوضع ده معروف بالنسبه لك ومريحك نفسيا على قد ما هو مؤذيك. خلي بالك مش هنلوم النفس زيادة عن اللزوم، لان ده جزء من تكويننا النفسي اننا بنحب الامان وبنخاف من التغيير. كمان ما ننساش تأثير الذكريات والمشاعر القديمة. في ناس بتكرر غلطات معينة عشان عندها نمط عاطفي قديم متعودين عليه. طيب ازاي نقدر نطلع من الدوامة النفسية دي؟ اول خطوة هي الوعي. مجرد انك واخد بالك انك بتكرر نفس الغلط دي خطوة جامدة جدا في حد ذاتها. زي ما بيقولوا في علم النفس معرفة المشكلة هي نص الحل. فلازم تعرف ان عندك مشكلة. بعد كده محتاج تكسر النمط ده بحاجة مختلفة. جرب رد فعل جديد، واجه مخاوفك خطوة بخطوة، وحاول تفهم ايه اللي محركك فعليا. ممكن كمان تلجأ لمساعدة شخص متخصص او علاج سلوكي لو الموضوع كبير عشان يساعدك تحفز نفسك بطريقة اعمق وتفهم ليه بتعمل كده وتغير الطريقة اللي بتفكر وتتصرف بيها. باختصار الزاوية النفسية بتقول لنا ان العادة قوة جبارة في حياتنا. عقلنا بيحب يكرر عشان بيوفر مجهود وبيدينا احساس وهمي بالامان. الحل اننا نتوعى ونحاول نكسر العادات السيئة دي بالتدريج ونستبدلها بعادات احسن. وافتكر ان مفيش تغيير من غير شوية مقاومة نفسية في الاول. ده طبيعي جدا لانك بتعافر ضد برمجة دماغك القديمة. اول ما تعدي المرحلة دي هتحس بفرق كبير في حياتك. دلوقتي هنبص لجسمنا ومخنا من جوه شوية. الموضوع مش بس نفسية وعادات، ده كمان كيمياء وهرمونات شغالة جوانا من غير ما ناخد بالنا. في عامل بطل هنا اسمه الدوبامين. سمعت طبعا الكلمة دي كتير في فيديوهات. الدوبامين ده ببساطة مادة المخ بيفرزها لما تعمل حاجة
بتبسطك او بترضي احتياج عندك وبيخليك تحس بمكافأة ورضا. المشكلة نظام المكافأة ده ساعات بيكافئنا على حاجات غلط او مضرة فتعود عليها ونفضل نكررها عشان بندمن شعور المكافأة المؤقت ده. حاجة غريبة فعلا. خليني اصور لك المشهد. انت ماشي في سوبر ماركت وعديت جنب ركن الحلويات وشفت كاب كيك شكلها يجنن. انت عارف ومقتنع ان الحلويات والسكر مضر وغلط وهتبوظ الدايت ونظامك الصحي وهتضر صحتك. بتحاول تقاوم وتمشي بس مخك بيزن عليك، خد واحدة بس حلوة قوي ومش هتخسر حاجة. ليه بيحصل كده؟ عشان المخ بيربط بين شكل الكاب كيكس اللذيذ وبين التجربة الحلوة اللي اتكررت قبل كده لما اكلتها. مجرد ما عينك شافتها بدأ الدوبامين يتفرز من دماغك، عامل زي جرس الانذار للسعادة، بيجهز جسمك انه يستمتع بالسكر والطعم الحلو. الدوبامين مسؤول عن الرغبة اكتر من المتعة نفسها، بمعنى انه بيخليك عايز الحاجة بشدة حتى لو المتعة منها خلاص مش زي الاول. وكل ما الاحساس ده يشتغل بيزيد عندك الدافع انك تكرر السلوك ده تاني. العلماء بيقولوا انها حاجة خطيرة. السلوك الممتع بيتحول بسهولة لعادة صعبة الكسر بسبب الدوبامين لما نكرر فعل معين وكان مصحوب بدوبامين كل مرة. ده بيخلي المسارات العصبية في المخ تحفظ السكة دي كويس قوي، فتبقى عادة قوية جدا. لما تبطل السلوك ده المخ بذكائه بيفرز دوبامين يشوقك ويخليك مشتاق تعمل الحاجة دي تاني. المخ بيقولك فين المكافأة اللي انا كنت متعود عليها، مش بتدهاني تاني ليه؟ عشان كده المدمن ممكن يفضل يشتهي المخدر حتى لو ما بقاش بيحس بنفس النشوة القديمة، لمجرد ان مخه اتعود على طلب الحاجة دي لما تغيب. وكمان في حاجة اسمها الادمان السلوكي، يعني مش لازم مادة زي مخدر عشان تدمن، ممكن تدمن سلوك او عادة يومية، العاب فيديو، سوشيال ميديا، سكرولينج، تسوق، حاجات كتير جدا. دي كلها حاجات ممكن تديك دفعة دوبامين حلوة فتقع في دايرة عاوز تاني وتاني، تعملها مرة تتبسط شوية تسيبها، تحس بفراغ او ملل ترجع لها تاني عشان تاخد جرعة المتعة، وهكذا. وهنا نلاقي نفس المعادلة، سلوك يؤدي إلى متعة سريعة، يؤدي إلى إفراز دوبامين، يؤدي إلى رغبة في التكرار، وتفضل حرقة مفرغة. الغريب بقى إن جسمنا أحيانا بيقاوم التغيير لمجرد إنه اتعود على وضع معين حتى لو الوضع ده مؤذي. في مفهوم معروف اسمه هوميوستاسيس، يعني الجسم بيحب يفضل مستقر على الحال اللي اتعود عليها. مثلا لو أنت متعود على مستوى توتر عالي كل يوم، جسمك بيفضل في حالة استعداد وضغط مستمر. لو يوم هديت وروقت جسمك ممكن يستغرب ويحس ان في حاجه ناقصاه. عشان كده مثلا بيقولوا ايه، ده في ناس بتحب النكد حتى لو مفيش سبب للمشكله، يدوروا على اي حاجه عشان يعملوا النكد. فتلاقيك من غير وعي كده بتدور على اي دراما وقلق عشان تحس بالحاله اللي اتعودت عليها. نفس الكلام مع الاكل غير الصحي. لو جسمك اتعود على السكريات العاليه هيزن عليك لما تحاول تبطلها فجاه، لان النظام بتاعه اتبرمج على الجرعه دي يوميا. طب نعمل ايه بقى في المشكله البيولوجيه دي؟ الخطوه الاولى اننا نعترف ان احنا فعليا مخنا ممكن يكون شغال ضدنا في موضوع العادات الوحشه دي. مش معنى كده اننا ضعاف او ما عندناش اراده، لا، الموضوع كيميائي وحقيقي ولازم نتعامل معاه بذكاء. مثلا ابدا تغيرات صغيره تدريجيه عشان الجسم ما يتصدمش ويزن اكتر. لو عايز تبطل حاجه قللها واحده واحده بدل ما توقفها مره واحده. تاني حاجه، استبدل المتعه الضاره بمتعه نافعه. مخك عايز دوبامين، طب ما تديله دوبامين من حاجه تانية صحيه. مثلا بدل ما اول ما تحس بملل تمسك موبايلك علشان تعمل سكرولينج وتضيع وقتك، قوم اعمل تمرين خفيف يطلع لك اندورفين ويحسن مزاجك، هتاخد شعور حلو بس من مصدر تاني. ثالث حاجه، غير السياق. زي ما هنشوف كمان شويه في الجزئيه الاجتماعيه او الحاجه اللي بتغريك مرتبطه بمكان او صاحب سوء او ظرف معين، حاول تبعد عن السياق ده خالص، لان مخك مربوط عنده المكافاه بالمكان او الشخص ده. ابعد عن مثيرات السلوك وهتلاقي مقاومه جسمك بتقل مع الوقت. تعالوا بقى نخرج بره دماغنا وجسمنا شويه ونبص على دنيتنا والناس اللي حوالينا. خلينا نسال سؤال مهم، هل ممكن نكون بنكرر نفس الغلط بسبب تاثير البيئه المحيطه بينا؟ الاجابه باختصار طبعا. احنا مخلوقات اجتماعيه بطبعنا، بنتاثر جدا بالناس والمجتمع حتى من غير ما ناخد بالنا. البيئه اللي حوالينا، البيت، الشغل، الصحاب، المجتمع الكبير، بتشكل تفكيرنا وتصرفاتنا بطريقه عميقه جدا. يعني ممكن تلاقي نفسك بتتصرف بطريقه معينه لمجرد ان كل اللي حواليك بيعملوا الحاجه دي، او عشان متربي على كده، او عشان لو عملت غير كده مش هتاخد القبول والتأييد الاجتماعي اللي بتحبه. فكر فيها، احنا بنحب نبقى مقبولين وسط الناس. من واحنا صغيرين بنتعلم نمشي على قواعد المجتمع عشان ما نبقاش شاذين او مرفوضين. بالتالي كتير من سلوكياتنا بتفضل تتكرر لانها ببساطه النورم او الطبيعي حوالينا. مثال بسيط، لو كل اصحابك بيسهروا او متعودين يناموا متاخر جدا حتى لو عندهم شغل بدري، هتلاقي نفسك بتعمل زيهم، ويمكن تكرر غلطه السهر كل يوم وتتاخر على الشغل لمجرد ان ده الطبيعي في شلتك. او مثلا لو عيلتك معوداك ان الخلافات تتحل بالصوت العالي والعصبيه، هتلاقي نفسك تلقائي كل ما تتخانق مع حد او تختلف مع حد صوتك بيعلى وبتزعق. نفس الاخطاء بتتكرر
تتكرر تاني. وهنا عايز اقول ان الاهل بيلعبوا دور كبير جدا في تشكيل العادات خصوصا في الطفولة، وطبعا موضوع التربية ده موضوع كبير هيبقى ليه حلقات منفصلة ان شاء الله. كمان الصور النمطية والتوقعات الاجتماعية ممكن تحطنا في قالب صعب نخرج منه. يعني ايه؟ يعني المجتمع ساعات بيحط عليك ليبل او يصنفك تصنيف معين، فبتصدق انت عن نفسك الكلام ده وبتعيش الدور ده وتكرر الغلط المرتبط بيه. مثال، لو المجتمع شايف ان الولد الشقي ده مستحيل هيتعدل، الولد ده هيكبر غالبا مقتنع انه فعلا شقي ومش هيتعدل وهيفضل يغلط عادي. مثال تاني، البنت اللي تسمع طول عمرها جملة انت ضعيفة ومش نافعة في كذا، هتلاقيها بتفشل في الحاجة دي مرة ورا التانية لانها اتبرمجت انها كده، وده بنسميه self fulfilling prophecy او النبوءة المحققة لذاتها. توقعات المجتمع منك بتأثر على تصرفاتك وأدائك، فبتحقق التوقع غصب عنك. طب ايه بقى الحل للكلام ده؟ اول خطوة هي الوعي. لازم تاخد بالك ان مش كل اللي متعود عليه في مجتمعك او دايرة معارفك هو الصح او الطبيعي. ممكن تكون بتكرر غلط شائع لمجرد انه منتشر حواليك، لكن مش هو ده المقياس. كمان مهم ما نخليش كلام الناس يحبسنا في دور احنا مش عايزينه. لو متعود تسمع في عيلتك او في مجتمعك انك فاشل في كذا او دي عادتك وهتفضل كده، قوم غير السيناريو ده، فاجئهم وفاجئ نفسك انك مش لازم تبقى الصورة المرسومة دي. واحيانا يكون الحل الجذري انك تغير بيئتك، تغير شغلك، تغير صحابك. انا عارف ان التغيير ده بيكون صعب، لكن احيانا بيكون هو ده الحل. الخلاصة، الزاوية الاجتماعية، احنا بنتأثر جدا باللي حوالينا وباللي متوقعينه مننا. لو فضلت في نفس المحيط اللي بيشجع على الغلط هتلاقي نفسك تلقائي بتعيد نفس الاخطاء، فلازم تكسر الدايرة دي. وحتى دينيا لازم نبقى عارفين ان الاسلام دين واقعي جدا وفاهم النفس البشرية. يعني ايه؟ يعني عارف ان احنا بشر مش ملائكة وكلنا ممكن نقع في الغلط ونضعف. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول حديث مشهور، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحديث العظيم ده معناه ان كل البشر بيغلطوا بلا استثناء، لكن احسن واحد فينا مش اللي عمره ما غلطش. مفيش اصلا حد ما بيغلطش. الاحسن فينا هو اللي لما يغلط يتوب ويرجع لربنا ويحاول يصلح من نفسه. فالزاوية الدينية بتقول لنا غلطة توبة، عزيمة على التغيير. لو وقعت تاني كرر الدورة، توبة جديدة وعزيمة جديدة، ما تملش ابدا وما تيأسش ابدا. في نهاية الحلقة عايز اسيبك مع دعوة للتغيير الفوري. فوري، حالا مش بكرة ولا بعده. اسأل نفسك دلوقتي، ايه الغلطة اللي بكررها كتير ونفسي بطلها؟ ممكن تكون حاجة كبيرة زي ادمان معين، او حاجة صغيرة بس مضايقاك في حياتك اليومية. اكتبها على ورقة قدامك وخد قرار حقيقي ان النهاردة هيكون اخر يوم تكرر فيه الغلطة دي. ويمكن تغلط تاني مع الوقت، عادي، احنا بشر، بس هتكون وعيت ومرة ورا التانية هتقلل التكرار لحد ما يختفي بإذن الله. دمتم في صحة وعافية. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.